يبقى ما تقلقش من الامتحانات، واخد بالك انت ازاي؟ هو الامتحان فيه امتحان واحد بس، واخد بالك؟ يوم ما تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى هو ده الامتحان العظيم. الامتحانات التانية دي انسى، كلها غش وبتاع، واخد بالك؟ وما بتنفعش ولا بتفيد. خلاص. خلينا نتفق على حاجة من الأول كده. الثانوية العامة في مصر مش مرحلة دراسية، دي لعبة الحبار، بس بنسخة الامتحان ومندليف. بتتعلم فيها إن مش كل اللي يقول على نفسه مدرس يبقى مدرس، ومش كل اللي يقولك أنا خايف ومش مذاكر بيبقى هو فعلا كده. اللي جاي ده تجميعة كده للخوازيق الرسمية اللي لبس فيها اللي قبلك. اسمع الفيديو وركز عشان ما تلبسش الخازوق انت كمان. وقبل ما نبدأ انزل دلوقتي اخبط لايك على السريع كده، ولو ما عملتش اشتراك الحق نفسك واعمل. ويلا بينا ندخل على أول خازوق معانا. ايه يا اسطى ده؟ ايه الكلام ده واسلوب الكلام ده؟ يا اسطى الكلام ده مش كويس، دي كلام وسخ. تبقى بادئ السنة دحيح وواكل الكتب وقايل هظبط الدنيا وكله تمام، وواحدة واحدة تبدأ شخصية البطل تاخد وضعها معاك. لا هسيب الدرس ده النهاردة وذاكره بكرة، كده كده سهل. المادة دي تافهة، هركنها الأسبوع ده واركز على جالها. وواحدة من هنا على واحدة من هنا لحد ما تلاقي نفسك في شهر 4 وبتسمع فيديوهات العيال اللي بتقول ازاي ذاكرت في آخر 3 شهور وجبت 95%. يا صاحبي أنا عارف إن الكلام ده متأخر، بس لسه معاك وقت، ابدأ بس وبطل كسل. تعالوا بينا ندخل على تاني خازوق معانا وهو مدرسين الأونلاين. الاكتئاب والقلق وعدم الرضا بهذه الصورة. اونلاين ميزة جبارة بتوفر وقت ومجهود، بس ليها خازوق مستخبي، ان الموبايل لازم يفضل متوصل بالنت. وانت عارف يعني ايه الموبايل في ايدي وفي نت؟ يعني حصة الفيزياء هتقلب تيك توك، وشرح الكيمياء هيتحول لخناقة في كومنتات الكورة. قبل ما تقرر تقعد في البيت شوف نفسك هتقدر تفرمل صباعك ده ولا الدنيا هتضيع منك. الوقت بيمر والعداد بيعد. تالت خازوق وده اكبر كدبة بنصدقها، العيال الدحيحة. تلاقي الواحد من دول بيذاكر 15 ساعة في اليوم وبيخلص 3 كتب في كل مادة، واول ما يشوفك بدأت تفتح كتاب يقلب اسماعيل ياسين في دور المسكين. انت بتذاكر من ورانا يا اسطى؟ ده انا والله ما فتحت كتاب ولسه ضايع. ويضحك الضحكة الباردة بتاعته. نصيحة، ابعد عن الناس دي لان طاقتهم السلبية كفيلة تخلص على مستقبلك وانت مش حاسس. نيجي بقى للخازوق الاكبر اللي بيخرج من نافوخ العيال، تسريب الامتحانات. يا صاحبي خليك عاقل، هل منطقي ان الامتحان يتسرب وانت بس اللي هتعرف؟ ما لو اتسرب الجمهورية كلها هتعرف واللعبة هتبوظ. غير ان ده حرام وتعبك هيروح في سبوبة كدابة، والكلية اللي هتدخلها في المستقبل هتبقى مبنية على باطل. خليك في المضمون وذاكر، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. تعالوا بقى ندخل على آخر خازوق معانا في فيديو النهاردة وهو يوم الامتحان نفسه. سعد يا ابويا سعد، هندمك على اليوم اللي قابلتني فيه. تبقى مركز وبتحل وتلاقي فجأة صويت في نص اللجنة، أعصابك تسيب وتفتكر اللجنة بتولع، وتطلع في الآخر سوسن اللي جنبك أغمى عليها من صعوبة الامتحان. لا والله انت عرفت المادة اللي عليكي أصلا غير النهاردة الصبح يا سوسن. تاخد شوية وقت لحد ما تبدأ تركز تاني وتبدأ تحل، تلاقي السيناريو اللي بعده بدأ. يا السؤال الثاني، السؤال الثاني ألف بس يلا السؤال الثاني. وبعد ده كله وإن كان ربنا كرمك وعرفت تحل في الأجواء دي وبدأت تظلل، وهوب هنا هتاخد أكبر صدمة في حياتك. الثانوية العامة خوازقها كتير، بس اللي بيعدي منها هو اللي بيعرف يضحك على الخازوق قبل ما يلبسه. ما تمشيش ورا الهبد ولا تصدق الدحيح الباكي، وخليك عارف إنها سنة وهتعدي، وهتفتكر الأيام دي وتضحك وانت بتشرب شاي في الكلية اللي مجموعك جابها مش اللي نفسك فيها. وده خازوق التنسيق، بس دي قصة تانية كبيرة. في نهاية الفيديو اكتبلنا في التعليقات لبست في أنهي خازوق فيهم لحد دلوقتي، واعمل منشن لصاحبك اللي مقضيها أونلاين وهو فاتح بيس وألعاب تانية، وقولولنا برضو تحبوا نتكلم عن ايه الفيديوهات الجاية. سلام.